أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه عن رحيل لاعبه محمد مجدي قفشة لنادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. ونص بيان الأهلي قال: وافق النادي الأهلي على انتقال محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية. شارك قفشة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بملعب التش، حيث حرص الجهاز الفني واللاعبين على وداعه متمنيين له التوفيق خلال فترة الإعارة. ورسالة مجدي قفشة إلى جماهير الأهلي قال: الرحلة فيها حاجات كتير حلوة عشناها مع بعض، من أفريقيا للدوري لبطولات العالم، كرة كتير راحت وجت، واحدة لبست غيرت تاريخ كبير، وواحدة قلشت طارت فلوس كتير برضو. كل ده مش مهم، المهم إن عشت طول عمري محبوب ومتشال على الراس من أعظم جمهور في الدنيا. أنا بسيط وبحب أكون سهل وواضح. عايز أقول لكم هتوحشوني جدا. أتمنى يكونش وداع دائم، يبقى مؤقت فترة قصيرة أرجع فيها زي الأول وأكتر. بحب جمهور الأهلي كتير، مش هقول مع السلامة، هقول إلى اللقاء تاني بإذن الله. جمهور الأهلي من كل قلب شكرا على اللي فات وعلى اللي جاي برضه.